دي بتخدمك اكتر وبتخدم الشركه اللي انت فيها اكتر. فمن الطبيعي لو انت شغال في شركه مثلا وفي حاجه جديده نزلت، فانت لو عرفتها وفرت عليها وقت ومجهود فانت كده كويس. انما لو انت مثلا في حد غيرك بيعمل الحاجه دي بيوفر عليا وقت ومجهود وفلوس طبعا، فانا تلقائي هسيبك وهشغل التاني اللي بيوفر عليا الحاجات دي. فدايما خليك ملم بالسوق وخليك ملم بالتولز الجديده اللي بتنزل، او في حاجات جديده بتنزل خليك ملم بيها كلها عشان تبقى دايما على الخط. ثالث صفه وهي مهمه برضو، ان انت لازم تكون بتحب ان انت تحل المشاكل، لان البرمجه في الاول والاخر عباره عن شويه مشاكل وانت بتحاول ان انت تلاقي لها حلول ايا كان بقى التراك اللي انت فيه. بس لو انت طريقه تفكيرك مش مناسبه مع الموضوع ده لازم تغير الطريقه دي او تحاول ان انت تتاقلم على الموضوع ده. رابع صفه وهي ان انت لازم تكون قادر ان انت تشتغل في تيم، لان انت بطبيعه البرمجه مش هتكون شغال لوحدك الا لو شغال فريلانس مثلا وبتعمل تاسكات، بس ده غالبا ما بيحصلش او بيبقى مثلا نسبه قليله. فانت على طول بطبيعه العمل انت بتتعامل مع ناس، بتكون موجود في تيم، بتتعامل، لازم ان انت تكون قادر ان انت اصلا تتعامل وتاخد وتدي مع ده. ما ينفعش ان انت تكون مثلا ما بتعرفش ان انت تاخد وتدي مع الناس، ما ينفعش ان انت تكون طبعك ان انت بتقفش والكلام ده. لازم يكون عندك روح ان انت تاخد وتدي مع الناس. لو انت فاكر مثلا ان نزل ترقيه وهم مثلا عايزين يرقوا ناس وانت واحد في نفس البوزيشن ونفس كل حاجه ونفس الخبره، فانتوا الاثنين المفروض هتترقوا. والفرق الوحيد بينكم، او بلاش الفرق الوحيد، في فرق بينكم ان انتوا يعني واحد منكم بيعرف يتعامل مع الناس وبياخد ويدي، مثلا بيعرف يتعامل مع المدير بتاعه، لو في حصل مشكله مثلا بيعرف ان هو يعديها ويعرف يتاقلم على الشغل اللي هو فيه. والتاني مثلا اشطر منه في التكنيكال واشطر منه كتير كمان، ما تفتكرش ان هم هياخدوا من يعني هيرقوك انت عشان اشطر منه في التكنيكال. الموضوع في الشغل ما بيمشيش كده خالص. هم بيرقوا اللي بيريحهم، بيرقوا اللي بيقدر ان هو يتعامل مع الناس، ما بيعملش مشاكل، مثلا ما بيتعصبش بسرعه. فمن الاخر حاول ان انت تخليك مريح عشان تعرف ان انت تشتغل. خامس صفه وهي التنظيم، سواء بقى في كتابه الكود او في اداره وقتك، وخصوصا في موضوع اداره وقتك ده، لان انت من اول ما هتخش البرمجه هتكون يعني لازم ولابد ان انت تقدر ان انت تدير وقتك. فالمبرمج الشاطر هتلاقيه دايما منظم، حاطط الشغل بتاعه في فايلات معينه، الكود بتاعه ذات نفسه تلاقيه نضيف كده، تعرف ان انت تقراه، بحيث ان هو مثلا لو عمل حاجه وحب ان هو يرجع لها، او شغال في تيم ومثلا حد من تيم بتاعه او زمايله حب يبص على الكود بتاعه هيفهمه، لان هو اصلا منظمه، مثلا حاطط كومنتس بيشرحها. فلو انت مش منظم الحاجات دي، انت اصلا شخصيا لما تيجي ترجع للكود اللي انت كاتبه بتقول ايه ده، مش انا اللي كاتب ده اصلا، او حتى مش هتفهم انت عامل ايه. بس ده كان كل حاجه النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.